انا نادي القرن وبعدنا هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك التسعين والكيف في الملعب اخصامي باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الاهلي العظيم في اي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة تحمل رقم 58، حلقة يوم الأحد، أولى حلقات الأسبوع. ما ينفعش نبتدي حلقتنا إلا لما نوجه الشكر الجزيل لكل أصدقائنا وحبايبنا الأهلاوية اللي بيدعمونا وبيتفاعلوا معانا في كل حلقاتنا اللي فاتت. وإن كنت بطلب منكم دعم أكتر وأكتر يا كل أصدقائنا وحبايبنا، يعني كل أهلاوي جميل وكل أهلاوية جميلة بتتفرج علينا، فضل منكم بالتأكيد وليس أمر مني. ما يبخلوش علينا باللايك، اللايك زي ما قلنا كتير مهم جدا لتثبيت الحلقة على منصة اليوتيوب. اللي اتفرج علينا قبل كده أو لسه يتفرج علينا لأول مرة ولسه ما اشتركش في القناة، أتمنى أنه يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا إشعارات الحلقة كل حد وتلات وخميس الساعة 5 مساء. واتمنى من كل قلبي ان بعد نهايه كل حلقه ان هي تنال احترامكم قبل ما تنال اعجابكم، وده يخليكم ان انتم تشيروها لنا على كل منصاتكم الرسميه علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه، وقناتنا المتواضعه دي تكبر وتكبر وتكبر بعد فضل ربنا. الفضل يكون ليكم انتم اهلاويه. ودلوقتي تعالوا نتعرف على موضوعات حلقتنا النهارده. اخبار نادينا اللي وحشنا، جديد صفقات الشتاء، خروج المنتخب من الكان صفر اليدين. هل تأكدتم الآن مما وصفت به حسام حسن من قبل؟ حسام حسن في عيون هؤلاء شابوه فوزي لقجع. وفقرات الكوميديا السوداء في 100 عقبة هنختصرها في خبر واحد أو موضوع واحد، وهو لا لترشيح أيقونة الفشل الإداري وزيرا للشباب والرياضة. ودلوقتي مع الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة، وهي أخبار نادينا اللي وحشنا. في الحقيقة كان مستر يستروب كان منح المجموعة اللي معاه اللي شاركت في بطولة كاس عاصمة مصر أو كاس الرابطة، كان منحهم أجازة، رجعوا للتدريب امبارح أعتقد، والنهاردة هيستمروا في التدريب. لكن هيبتدي الاستعداد الجد بجد بقى لأولى مبارياتنا الرسمية مع يانج أفريكانز يوم الجمعة الجاية الساعة 6 في ملعب برج العرب. هيبتدي الاستعداد الجد جدا من أول يوم الثلاث مع عودة الدوليين النهاردة بإذن ربنا هيتحركوا من المغرب توقيت الساعة 4، يكونوا بإذن ربنا يوصلوا بسلامة الله الساعة 8 مصر. وطبعا هياخدوا النهاردة راحة، ممكن بكرة يبقوا في النادي استشفاء، ممكن يمنحوا راحة، لسه مستر يستورب ما قررش. لكن من يوم الثلاثة هيبتدي بقى كله موجود. هنبتدي بقى استعداد جد جدا، حتى الصفقات الجديدة كله هيكون موجود من يوم الثلاث عشان بقى كله يتدرب مع بعضه. هيبقى تمرينة الثلاث والاربع والخميس، وماتشنا ان شاء الله يوم الجمعة. بكل التوفيق لنادينا العظيم النادي الاهلي في اولى مبارياته بعد التوقف الدولي، استكمال مباريات المجموعة مع يانج افريكانز هنا في القاهرة يوم الجمعة 23. احنا بنحتل صدارة المجموعة بعد ما كسبنا شبيبة القبائل وتعادلنا مع الجيش الملكي. طيب بالنسبة للمصابين اللي معانا، أشرف بن شرقي خلاص هيبتدي النزول تدريجيا للتدريبات الجماعية، يعني خلاص واحدة واحدة، هو خلاص انتهى بشكل كامل من البرنامج العلاجي بتاعه التأهيل، خلاص واحدة واحدة كده هيشارك في التدريبات الجماعية، يعني خلال ممكن على تدريبة الاثنين أو الثلاث. كريم فؤاد في المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي محتاج من 10 ل 15 يوم، وبرضه هيرجع تدريجي للتدريبات الجماعية. بالنسبة لمحمد شريف قدامه ايام قليله، ممكن 3 4 ايام 5 ايام بالكثير، وبرضه هيشارك تدريجي في التدريبات الجماعيه. يا رب يا رب يا رب كل اللعيبه اللي تحقق لنا الفايده والاستفاده في كل مباراتنا اللي جايه يكونوا جاهزين وتحت امره مديرنا الفني الكبير مستر يستر يا رب. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده، وهي جديد صفقات الشتاء. في الحقيقة في خبر جديد أو لاعب جديد امبارح، بس يعني امبارح يوم السبت ابتدى الكلام، لقيته على مواقع كتير قوي، كلام كتير قوي عنه في مواقع كتير، وهو مهاجم كونغولي اسمه كيفن مونزيالو. كيفن مونزيالو ده فرود كونغولي محترف في دوري الدرجة الثانية الهولندي في نادي دين بوش ده نادي هولندي في الدرجة الثانية. فاكرين الحلقه اللي فاتت لما قلت لكم كابتن سيد عبد الحفيظ له كل الاحترام والتقدير بالتاكيد، سافر
اعتبروها هولندا. اللي يرجع للحلقه اللي فاتت يفتكر الجزئيه دي. سي رايح هولندا، بس هيطلع من هولندا على مكان تاني، ومن المكان التاني ده هيرجع على مصر. فهو كان رايح للفرود دوت. يا رب هل ده الترس اللي هيركب ويجيب قماش؟ امين يا رب. يوسف بالعمري امبارح السبت اجرى الكشف الطبي هناك في المغرب، وبقى خلاص بمجرد انتهاء البطوله النهارده ان شاء الله بعد مباراه المغرب والسنغال ان شاء الله ممكن على يوم الاثنين يكون، على يوم الثلاث تدريبه الثلاث يكون موجود مع المجموعه زي ما اتفقنا. هو مستر يستر عايز يوم الثلاث يبقى كل اللاعبين الصفقات الجديده واللعيبه بتاعتنا، لعيبه المنتخب واللعيبه اللي كانت معاه اللي هينتقي منهم طبعا افراد كتير جدا اللي كانوا معاه في كاس عاصمه مصر. كله باذن ربنا يكون جاهز، ويبتدوا بقى تدريبات جديه جدا لمباراه يانج افريكانز. فاتفقنا خلاص يوسف بالعمري خلص بشكل نهائي. العراقي مصطفى قبيل لاعب نادي اربيل اقرب اللاعبين اللي ممكن يجوا تحت السن، وبرضه في مفاوضات كتير معاه. يعني رغم ان في شرط جزائي، لكن النادي الاهلي من رقي ومش عايز ياخد لاعب شرط جزائي، عايز يحافظ على العلاقه مع نادي اربيل العراقي ان هو يتفاوضوا حتى لو هيدفع اكتر من الشرط الجزائي، هامش بسيط بس اسمي خدته بشكل محترم بيحترم في النادي، رغم ان الشرط الجزائي ده بند في عقد اللاعب. لكن ما علينا، يعني انا بشوفه شكل راقي جدا في التعامل مع الانديه. افتكر وقت تعاقدنا مع علي معلول في 2016 كان عقده مع صفاقسي في شرط جزائي ب 700 الف دولار، لكن الاهلي وعلي معلول اتفقوا ان هم مش هيفعلوا شرط جزائي، لا الاهلي هيتفاوض مع صفاقسي، وبدل ما هيدفع 700 الف شرط جزائي دفع لهم 750 الف، وفضلت علاقه طيبه جدا بين الاهلي والصفاقسي. الجزائري محمد الامين رمضاوي مركزين عليه قوي، بس الفكره ان نادي سامحوني مش مجمع اسم نادي دلوقتي، نادي الجزائري، نادي بارادو الجزائري طالب مش عارف تقريبا 2 مليون الا ربع دولار في اللاعب. الاهلي عارض حوالي 850 الف الرينج ده، يعني ممكن الاهلي مع المفاوضات يوصل لمليون، لكن ما اعتقدش انه هيتخطى المليون. المفاوضات جاريه، لكنه اكتر اللاعبين اللي تحت السن رغبه في التعاقد معاهم. مصطفى قبيل قلنا اقرب اللاعبين، لكن محمد الامين رمضاوي هو اكتر لاعب تحت السن يعني في زوم معاه. وفي حاجه كده اتعملت او في اجراء تم خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا عشان نفضي. احنا انتوا عارفين احنا كان عندنا 3 ناشئين تحت السن، ابراهيم كاظم و لعيب تاني نيجيري اسمه لون دروب باين حاجه كده. المهم كان الثلاث لعيبه دول ريندوف ولعيب ثالث ودوهم ديلفي النادي اللي بينشط في الدرجه الثانيه اللي الاهلي بيرعاه، عشان نفضي الاماكن للاجانب اللي تحت السن. يعني معنى كده ان شاء الله في 3 اجانب جايين بترتيب ربنا وباذن الله. طبعا الاهلي اتم الاتفاق بشكل نهائي مع بتروجيت لضم هادي رياض المدافع الجيد جدا. يعني رتوش بسيطة، اعتقد ان حتى وكيل اللاعب واللاعب نفسه كتبوا على السوشيال الخاص بتاعهم انتهاء المفاوضات على خير. ويعني كان الاهلي عارض 30 مليون، بتروجيت كان طالب 50، مش عارف وصلوا لنقطة اتفاق 35 او 40. انا كمتابع او انا كاهلاوي انا مش هيفرق معايا، زي ما اتفقنا قبل كده، انا مش هيفرق معايا الاهلي هيدفع كام او الاهلي هيقبض كام سواء بيشتري او بيبيع. انا يهمني ان يكون في مصلحة، لاعب جيد جدا بينضم للفريق يحقق لنا الاستفادة. في كمان كلام طلع كتير جدا عن لاعب اسمه أنس الحملاوي، ده اخو اسد الحملاوي الفلسطيني. ده اخوه الصغير، هو عنده 20 سنة وبيلعب في نادي هاسلهوفر السويدي، هاسل هولمز، انا اسف جدا، هاسل هولمز السويدي. اللاعب الاردني عودة الفخوري بيلقى اعجاب كبير جدا من كابتن سيد عبد الحفيظ. هو لاعب أردني وبيلعب ملتحق بنادي الحسين أربد الأردني. ده لعيب تحت السن ويعني مركزين معاه قوي، عودة الفخوري. بعد ماتش امبارح، ماتش مصر، منتخب مصر مع
نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. رجعت تاني اسهم خالد صبحي المدافع تعلى قوي، ويبتدي الكلام عنه، رغم ان احنا كده جبنا 2 باكات، عمرو الجزار وجبنا هادي رياض، لكن ممكن يجي اللعيب ده معاهم، ممكن يجي خالد صبحي معاهم، لان احنا مصطفى العش راح المصري، احمد رمضان بيكهام بنسبه كبيره هيرجع سيراميكا، هتتقطع علاقته ويرجع سيراميكا، هتتقطع عفوا اعارته للاهلي، وهيرجع سيراميكا ضمن صفقه رمضان عثمان اوتاكا، لان علي ماهر كان طالب عمر كمال وده ما كانش فيه مشكله، وكان طالب مع محمد عبد الله. محمد عبد الله رافض تماما ان هو يطلع اعاره لاي نادي في الدوري المصري، بيقول انا عندي عروض كتير في فرنسا وفي البرتغال، لو عايزيني اطلع اعاره لنادي من الانديه دي، لكن مش هطلع اعاره لاي نادي في الدوري المصري. احمد عيد الكلام 50-50، الباك اليمين بتاع المصري، هيبان كل الكلام ده في الفتره اللي جايه. وزي ما اتفقنا مروان عثمان شبه صفقته برضو انتهت، خدوا خلاص بشكل نهائي عمر كمال، وباذن ربنا ممكن يطلع مع تتقطع اعاره احمد رمضان بيكهام، والاثنين مع السلامه، ما حققوش اي استفاده ولا هيجي منهم اي استفاده. ممكن يجي لعيب تاني زي مروان عثمان اوتاكا المهاجم الشاب، ويمكن يحقق لنا الاستفاده، نلاقي فيه حاجه كده كنا بندور عليها. يا رب كل اللاعبين اللي يجوا لنا يكون فيهم الخير، ويكونوا يا رب يحققوا لنا الهدف المنشود اللي عايزينه، ان هم يكونوا لاعبين منتجين وفاعلين جوه الفريق، ويحققوا استفاده كبيره للنادي يا رب. ودلوقتي مع الفقره اللي بعد كده، وهي خروج منتخب مصر من الكان الافريقي صفر اليدين. يعني حتى اخر حاجه كان يعني مركز شرفي، المركز الثالث اهم بميداليه، حتى لو كانت لا تليق بمنتخب مصر، واحنا كاهلاويه تعودنا ان الثاني زي الاخير، يا اما البطل يا اما ولا حاجه، لا ثاني ولا ثالث ولا رابع، لكن يعني اهو يعني مركز شرفي تاريخيا بيتقال اول ثاني ثالث، ما بيتقالش رابع خالص. حتى المركز الثالث خسرناه امبارح قدام منتخب نيجيريا، المباراه انتهت بالتعادل واحتكموا لضربات الترجيح وفازت نيجيريا. الملفت للنظر ان احنا شطنا 4 ضربات، الاثنين المحترفين اللي كان بيتغنى بيهم المدير الفني اللي هو زي ما اتفقنا على الله، الاثنين اللي بيلعبوا في اعلى ليفل كرة في العالم، وهو البريميوم ليج، واحد في ليفربول واحد في مانشستر سيتي، هم اللي اضاعوا. اللاعبين المحليين اللي كان بيتهكم عليهم المدير الفني اللي هو اتفقنا ان هو على الله، هم اللي طبعا ضربات الجزاء يعني التوفيق من عند ربنا قبل اي شيء، ولكن يعني ملحوظه ملفته، المحليين اللي انت كنت بتتهكم عليهم هم اللي هدفوا، وكابتن مصطفى شوبير صد اول ضربه، ودخل محمد صلاح اللاعب ايقونه جيله اضاعها. والملفت للنظر ان بعد ما اضاع مرموش الضربه الثانيه، الكابتن محمد صلاح كل يعني العدسات لقطاه وهو بيضحك وبيبتسم، مش عارف فرحان لايه، مش عارف يعني، بيتاكد كل يوم كلامي اللي قلته عن محمد صلاح، مش هغير كلامي، هو ايقونه جيله لانه اكبر اسم في جيله، اكبر محترف في تاريخ مصر. بس هو من وقت ما عرفنا محمد صلاح بيلعب لنفسه. خسرنا الكان، طلعنا صفر اليدين، وتاكد لكم كلامي اللي انا قلته عن كابتن حسام حسن من اول يوم عملت القناه ديت. انا قلت ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم في اي وقت ممكن يعملوا لنا ازمه دبلوماسيه مع اي دوله هم متواجدين فيها. ده تقريبا اللي حصل في المغرب، بس عشان ما نبقاش عاطفيين قوي ونقول ونكبر المعاني ومصر واهانونا، شوفوا البدايه جت من فين ومن عند مين. احنا لما رحنا اجادير الشعب المغربي كله كان بيشجعنا، مش الجمهور اللي في الملعب بس، كل افراد البعثه. وشوفوا الصحفيين يقول لك في الشوارع في المغرب الناس كانت بتقابلهم ازاي. من اول مباراه بنين، العبقري اللي بيدرب المنتخب هو رائع وعبقري بالفعل في اكتساب كراهيه الغير. يا اخي انت اداء منتخبنا احنا المصريين، ادائنا ما ارضناش، احنا ما عجبناش. احنا لما المغاربه ما عجبهمش اداء المنتخب المصري وشجعوا بنين، هوكتوا يعني طلعت عليك الهوجه وصرت على الناس، وبيشجعوا ما يشجعوا اللي يشجعوه. هو تشجيع المغاربه المنتخب مصر فرض عليهم؟ هم شجعونا الاول
بدوافع كتير، الأخوة والعروبة وإحنا أشقاء بجد، وكلمة أمانة أمام ربنا اللي يحاسبني عليها. أنا بقالي 30 سنة بتعامل مع كل إخواتنا العرب من خلال عملي، من خلال شغلي، بتعامل معهم بشكل مباشر، كل الجنسيات العربية أمام الله. كل الأشقاء العرب، مصر والمصريين ليهم مكانة في قلوبهم، ده بالتأكيد. ولكن أكتر الشعوب وأكتر العرب اللي بيكنوا لمصر والمصريين كل احترام وتقدير شعبين: الشعب الإماراتي والشعب المغربي. الناس دول بيحبونا بجد، بيحبوا بلدنا بجد، صدقوني أمام الله الناس دول بيحبونا بجد. إزاي بعبقريتك قدرت تكسب كراهيتهم بالشكل ده؟ رحنا وإحنا أصدقاء ومن المحبة، يعني ما أقول إيه، قوية جدا، راجعين وإحنا أعداء، وتوصل بيهم إن هم يهينوا النشيد الوطني امبارح في النشيد الوطني المصري في جريمة لا تغتفر ليهم بالتأكيد. ولكن مين اللي ابتدى الكراهية دي؟ مين اللي ابتدى سكة الكراهية دي؟ وده بينقلنا بقى للفقرة اللي بعد كده، وهو أو وهي عفوا، لأن دي فقرة فتبقى وهي: كابتن حسام حسن في عيون هؤلاء. مين هؤلاء دول؟ أنا اخترت 3 من جموع الشعب المصري. 3: أكبر صحفي رياضي في مصر، وهو الأستاذ حسن المستكاوي، ابن الرائع العظيم الراحل نجيب المستكاوي. هو سن واسم أكبر صحفي في مصر، أكبر صحفي رياضي كابتن حسن المستكاوي. جبت أكبر مذيع توك شو في مصر، متشاف بيحقق نسبة مشاهدة، وهو الأستاذ عمرو أديب. والثالث دكتور جامعي، وهو دكتور فريد النقراشي. دكتور فريد النقراشي اللي لما يعرفش الاسم كويس، ده راجل ممثل كبير، زائد ان هو دكتور في جامعة حلوان. ويعني افخر ان هو صديق واخ اكبر واعرفه على المستوى الشخصي، وده شيء بيمثل لي حاجة كبيرة جدا. انا هعرض لكم اراء ال3 دول في حسام حسن، ال3 قامات العالية دول في حسام حسن. رأي محترم، تقييم موضوعي، بعيد خالص عن العواطف والانفعالات والاهواء. تعالوا نشوف ال3 دول بيقولوا ايه عن انا حسيته بيعبروا عني وعن كتير جدا، يعني بيعبروا عن جموع المصريين في رأيهم عن كابتن حسام حسن. تعالوا نبتدي بالاستاذ حسن المستكاوي. قال ايه؟ قال: نفسي اعرف ايه علاقة الرياضة بالكلام الكبير عن الحضارة والعظمة والهوية المصرية. حسام عامل فضايح، نصا الراجل كاتب كده على السوشيال الخاص بتاعه الأستاذ حسن المستكاوي: حسام عامل فضايح في المغرب، وكل المؤتمرات الصحفية له الخاصة به عبارة عن تراشق بينه وبين الصحفيين. تصريحات الكابتن حسام غريبة والله، يعني أكد عليها، تصريحات كابتن حسام غريبة والله. مفيش تصريح بيقول، يعني هو بيقول مفيش تصريح بيقول إن السنغال كانت أفضل، مفيش، وقفلت عمق وأطراف الملعب علينا. ما أنت ما قلتش الكلام ده يا كابتن حسام. مفيش شك إنك يا حسام أخطأت في التشكيل وطريقة اللعب والتغييرات اتأخرت، واحنا ما لعبناش ب2 جنيه كورة. كل ما حد يكلمه يقول أصل الفندق، أصل الإجهاد. مين قال إن الطبيعي تقعد طول البطولة في مكان واحد؟ مين اللي قال كده؟ أستاذ حسن المستكاوي بيطرح السؤال ده. مين قال إنك ما تغيرش لحد الدقيقة 60 أو الدقيقة 65 بعد ما الإجهاد يحل بكل اللاعبين، وانت معاك على الدكة زيزو وشحاتة ولاشين ومصطفى محمد ومصطفى فتحي؟ رأي محترم جدا، ما فيهوش أي إساءة ولا تطاول على حسام حسن، من قامة كبيرة، أكبر صحفي رياضي في مصر هو الأستاذ حسن المستكاوي. طب الأستاذ عمرو أديب أكبر مذيع توك شو في مصر قال إيه عن حسام؟ قال: يا حسام يا حسن، أنت بوظت كل علاقتنا بالناس. أنت قدمت مصنع شماعات لهزيمة المنتخب. بتسأل عن لباقة الناس
طب فين اللباقة بتاعتك انت بعد ما قعدت شهر في المغرب تقول بلدكم مليانة ناموس؟ انت منعت اللعيبة تسلم على زمايلهم. هل انت لعبت ربع المغرب؟ ده سؤال بيطرحه الاستاذ عمرو اديب. حكيمي لوحده، اشرف حكيمي الباك اليمين للمغرب والباك اليمين لباريس سان جيرمان، بيقول حكيمي لوحده عامل محاولات على المرمى قد اللي انت عملتها في البطولة كلها. احنا وحشين جدا، احنا وحشين جدا في الملعب. يا سيدي الفاضل خسرت، روح بعد الماتش سلم على الناس وبارك لهم واتمنى لهم التوفيق. انت الوحيد يا حسام يا حسن اللي خارج بخناقة. الجزائر وتونس ومالي وبوركينا فاسو خرجوا وخسروا في الملعب، عادي الخسارة في الكورة عادي، لكن ما خسروش الروح الرياضية. انت بوظت علاقتنا مع كل الناس. انت ما هاجمتش السنغال هجمة واحدة، واتكلمت عن المغرب واخوك يقول لهم انتوا ما اخدتوش البطولة من 50 سنة. لا تعليق مني تماما، يكفيني الكلام ده، كلام أستاذ حسن وكلام الأستاذ عمرو أديب، أنا حاسس إنه بيعبر عني، فأنا لا أضيف ولا هعلق. تعالوا بقى للكلام اللي يقرب من الراجل دوت دكتور فريد النقراشي، أو اللي يتابع صفحته تحسوا إنه مش دكتور في كلية آداب جامعة حلوان، لا ده دكتور تنمية بشرية. دايما كلماته كده معبرة ومعلمة، بتعلم بمنتهى الأمانة. أنا أفخر زي ما قلت في البداية، ويسمح لي دكتور فريد ما يزعلش مني ان انا اعرض كلامه في الحلقه بدون استئذان منه، يعني افخر ان هو صديق واخ اكبر يعني. المهم دكتور فريد النقراشي بيقول ايه؟ ما صرح به المدرب المصري حسام حسن في المؤتمرات الصحفيه هو نموذج واضح لما وصلت اليه العقليه المصريه المعاصره والعربيه بوجه عام، واللي باتت تتسم: واحد، اتباع سياسة الإنكار وعدم الاعتراف بالهزيمة والفشل. 2، البحث عن مسببات أخرى للإخفاق أيا كان منطقها. المهم هو أن تكون بعيدة عن كفاءتي وقدراتي المزعومة. 3، استدعاء أمجاد الماضي والهروب من الحاضر الضعيف المهترئ. الله عليك يا دكتور. الإحساس الدائم بالمؤامرة وهوس اضطهاد الآخرين لي. 5، الهجوم الفج والمباشر كوسيلة، ودي مهمة قوي يعني بإمعان، الهجوم الفج والمباشر كوسيلة لإلهاء الآخرين عن مناقشتي في نقائصي، يعني بالبلدي كرسي في الكلوب. هو دكتور فريد كاتب كده على صفحته. 6، الحديث عن أمور إنسانية شعورية علاقاتية، البحث عن أمور إنسانية شعورية علاقاتية، معظمها إن لم يكن كلها انطباعي، بدلا من التحدث بشكل علمي منهجي تحليلي. يخلص الكلام يا دكتور فريد، الله عليك. ودلوقتي بقى الفقرة اللي بعد كده، وهي فوزي لقجع شابوه. ليه شابوه؟ شابوه لأنه هو بيشتغل لبلده قوي، مخلص لبلده قوي. تعرفوا ان النهارده في مباراة النهائي بين المغرب والسنغال مين الحكم؟ هو جون جاك نيدالا. جون جاك نيدالا ده حكم النهائي. طب بالمصادفة ان حكم النهائي يكون هو حكم الافتتاح في مباراة المغرب وجزر القمر، ويحسب ضربة جزاء ملهاش أي علاقة بضربات الجزاء للمغرب، ويكون سبب في فوز المغرب بمباراة جزر القمر. وعلى فكرة كتير بيقولوا جزر القمر وده غلط، هي اسمها جزر القمر. ما علينا. تمام؟ هل دي مصادفة؟ طب ما تيجوا نعرف أو ندور عن حاجة بتربط بين الرائع فوزي لقجع وجون جاك نيدالا. ممكن يكون ايه؟ تعرفوا ان جون جاك نيدالا يبقى ابن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي، اللي هو مين؟ الصديق المقرب جدا لفوزي لقجع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي.
ودلوقتي مع فقرات وهنختصرها في فقره واحده، الكوميديا السوداء في 100 عقبه. واعتبر ان الخبر ده مش خبر عام، لا ده خبر من 100 عقبه. وهو ايه؟ لا لترشيح ايقونه الفشل الاداري وزيرا للشباب والرياضه. باختصار شديد جدا، خلال 48 ساعه اللي فاتوا كل السوشيال مولعه على مين؟ ترشيح السيد حازم امام وزيرا للشباب والرياضه. يعني فاشل بيستلم من فاشل. وصفته كتير جدا، أيقونة فشل إداري من يوم ما اعتزل في 2009 وهو أيقونة فشل إداري، ما نجحش في ولا ملف أوكل ليه. أول ما اعتزل خدوا ممدوح عباس، أنكل ممدوح، خدوا ممدوح عباس بالتعيين معاه في المجلس. قعد شوية حتى سموها العشرية السوداء لما كان مسؤول عن فريق الكورة، واستقال بعد الفشل. خدوا هاني أبو ريدة في اتحاد الكورة، قعد شوية فشل، راح قدم استقالة. جه تاني في الانتخابات الأخيرة 22 ولا 2023 وات ايفر، يعني أنا فشل. لا يا ربي كانت 2022 فشل، راح قدم استقالة أو بعد من بعد موضوع فيتوريا وقال لك لا خلاص أنا مش هلعب معاكم، أنا زعلان مش هلعب معاكم، بعد ما غرزنا في عقد روي فيتوريا. طب ما تيجوا ناخد نبذة مختصرة كده عن كابتن حازم إمام، عشان انتوا بس ايه ممكن يكون بعض الناس بتنسى. حازم إمام اتهم بالتزوير كمزور او كضلع رئيسي واول في عقد محمد ناجي جده في 2010، صح؟ وليه صورة موجودة لغاية النهارده، دوروا عليها، هو في النيابة بيتحقق معاه. ولولا الترجي اللي تم من الراحل الكبير يا حماده امام والده للكابتن العظيم اطال الله في عمره حسن حمدي ان الاهلي يتنازل، كان زمانه محبوس او كان زمانه اتحبس وخرج. بس كانت تبقى صحيفه الحلقه الجنائيه للسيد حازم امام فيها جنحه كبيره، جنحه تزوير. انا مش بتدلع عليك يا كابتن، ده السي في بتاعك اللي لسه فيه جاي فيه حاجات كتير. كابتن السيد حازم امام كان في الاستديو مع نيدو العالمي على ما تفرج مع مقشه، وهم بيتبادلوا الافلام الثقافيه في الاستديو تحليل مباراه مصر والبرتغال. ناسيين كانوا بيتبادلوا الافلام الثقافيه على الهوا ولا ايه؟ طب السي في بتاعه برضو في ايه تاني؟ كان مسؤول عن الكرة في الزمالك فترة ممدوح عباس زي ما قلنا. الزمالكاويه سموا الفترة دي العشرية السوداء من كتر البؤس اللي كان فيه الفريق من الهزايم. 1 2 لما كان مسؤول عن فريق الكرة هو ونيدو العالمي على ما تفرج، لبسوا الزمالك في شوية صفقات زي الفل. الموهبة الجبارة عبد الحميد معالي، صلاح مصدق اللي هرب ورحل مجانا، احمد حسام ومحمود مجاهد وي عين جبارة، عقل بياخد قرارات زي الفل. لما كان على المسؤول عن المنتخب الاول في اتحاد الكوره راح اتعاقد مع روي فيتوريا بعقد قيمته 200 مليون في السنه، 200 مليون جنيه في السنه. لما فكروا يقيلوه بعد الخيبه اللي كانت في بطوله الامم اللي فاتت، بيدوروا في حيثيات العقد، جه المستشار القانوني محمد المشط قال لهم انا ماليش دعوه، العقد ده انفرد بيه حازم امام. حازم امام اللي عمل سنه غير مسبوقه في المنتخب، لانه كان المشرف الاول على المنتخب، طلع لعيبه الزمالك من معسكر المنتخب عشان يلعبوا ماتش العوده مع إليكت التشادي في الدور ال64 من بطوله الكومبارس. طلع زيزو في الفتره الظلاميه بتاعته، طلع الونش من معسكر المنتخب عشان يلعبوا ايه؟ ماتش العوده. إليكت التشادي دور ال64 وهم كسبانين في تشاد 2-0، لكن يطلعوا من معسكر المنتخب. مصلحه الزمالك اهم. هو ده الفكر وهو ده سبب الترشيح. مش عارف اقول ايه بعد كل الفشل ده اللي بيحققه. حد يوجد لي نجاح حققه حازم امام من اول ما امتهن العمل الاداري في الكوره من 2009 لغايه النهارده، نجاح واحد انه يكون مكافئته انه يترشح وزير شباب ورياضه. اقول ايه؟
هل الترشيح ده يليق باسم مصر العظيم؟ هل ترشيح الراجل ده اللي كان في النيابة مزور، اللي فشل في كل الملفات اللي أوكلت إليه، اللي بيحصد فشل ورا فشل ورا فشل ورا فشل، هو ده اللي يبقى وزير في حكومة مصر؟ هترك إجابة السؤال ده لصناع القرار اللي أنا واثق إن هم بيحبوا بلدنا أكتر مننا أضعاف، لأن هم إيديهم في المطبخ وشايفين اللي إحنا مش شايفينه. فاللي إحنا شايفينه كفاية قوي إن شخصية زي ده تبقى عليها إكس كبير، ولا إيه؟ برضه هنسيب ليكم أنتوا القرار، وربنا يرشدكم للصواب. أمين يا رب. وبكده يا أهلاوية نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. عفوا بقى عشان أنا ريقي نشف، أنا آسف جدا. بكده يا أهلاوية نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى من كل قلبي إن هي تنال احترامكم قبل ما تنال إعجابكم. لو ده حصل أتمنى إن مفيش أهلاوي جميل أو أهلاوية جميلة بيتفرجوا علينا، فضل منكم وليس أمر مني. بالتأكيد إن هم ما يبخلوش علينا باللايك. اللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناة أتمنى من كل قلبي إنه يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا إشعارات الحلقة بتاعتنا كل حد وثلاث وخميس الساعة 5 مساء. ويا رب يا رب يا رب بعد نهاية الحلقة، بعد ما تنال احترامكم زي ما قلت، قبل ما تنال إعجابكم، أتمنى إن أنتوا تشيروها لنا على كل منصاتكم الرسمية عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الأهلاوية، وقناتنا المتواضعة دي تكبر وتكبر بعد فضل ربنا. الفضل يكون ليكم أنتوا يا أهلاوية. يا رب يا رب أشوفكم على خير يوم الثلاث. يا أمين يا رب تكونوا جميعا من أهل الدنيا، وربنا يمتعكم بالصحة والعافية. سلام يا أعظم جمهور في الدنيا لأعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ والأوحد في الرياضة المصرية، النادي الأهلي العظيم. هو في غيره؟